كبير وهو المشكل عويص في الصحة العمومية، أو بتعبير آخر بما يشيره باللي فيه داء السكري يقدر يتوجه لأي مؤسسة صحية تابعة لنا، أي مؤسسة صحية، ويدير الكشف المبكر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي ركزت عليها وزارة الصحة هي الرعاية الطبية والصحية. الحمد لله. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لداء السكري، مديرية الصحة بالتنسيق مع جمعية أمل لمرضى السكري ولاية غليزان نظمت هذا اليوم الدراسي التأسيسي التكويني لفائدة ساكنة ولاية غليزان، وهذا للتحسيس من مخاطر هذا المرض ومن مضاعفاته الخطيرة. في هذا الإطار مديرية الصحة أنها دارت مجموعة مشيت في المطروح، وهو البروغرام ناسيونال باش نقصوا من حالات السكر اللي هي متزايدة. وفرنا عندنا خمس مؤسسات عموميه استشفائيه اللي فيها مصالح الطب الداخلي اللي تكفل بهذه الشريحه. العالمي لداء السكري رانا ننظموا كجمعيه امال لمساعده المصابين بالسكري لولايه غليزان هذا اليوم التحسيسي والتوعوي. لحقيقه نحن هنا بغليزان درناه يعني تحت اهميه الكشف المبكر وكذلك الوقايه من مضاعفات داء السكري. يعني دائما رانا نقولوا علاش رانا نديروا في هذه الايام التحسيسيه والتوعويه، لان الاصابه بالسكري راهي في تزايد وتزايد مخيف ومخيف جدا. فلهذا رانا نديروا في هذه الايام التحسيسيه. وكما سمعت في القاعه ان عدد المصابين بالسكري راه فاق 25,000 مصاب بولايه غليزان. عندنا اكثر من 25% غير مؤمنين اجتماعيا، وغالبيتهم شباب واطفال صغار. فلهذا في هذا اليوم العالمي رانا نناشد ونطلب من الجهات المختصه والمعنيه ايجاد حلول مناسبه لهذه الفئه الغير المؤمنه اجتماعيا. 50 دوار، قول 475 دوار، حوالي 475 دوار راه تابع للبي اس بي جي. تقريبا نصف الولايه. احنا الحمد لله مركزوا بزاف على القوافل الطبيه باه نوصلوا كما نقولوا احنا الهدف تاعنا تقريب الصحه الى المواطن. وفي هذه القوافل الطبيه ماشي غير طبيب يروح يفوت، فيها حملات تحسيسيه، فيها التلقيح، فيها التكفل للنفسيين ندو لي بسيكولوج. معناتها نسيو كاع البرامج الصحيه نطبقوها حتى لو كان في قافله صحيه.